أكبر كذبة في عالم الجيم إنك أول ما تخلص تمرين على طول لازم بسرعة تاخد سكوب البروتين بتاعك قبل ما يعدي 30 دقيقة، وإلا نفست البناء العضلي هتقفل، عضلاتك هتقع، مجهودك كله هيروح في الأرض. الكلام ده علميا غلط وملوش أي أساس من الصحة. الأبحاث أثبتت إن الأنابوليك ويندو بتفضل مفتوحة لساعات طويلة بعد التمرين. مش شرط اللي أنت أكلته بعد التمرين على طول، الشرط إنك تبقى غطيت نسبة البروتين بتاعتك على مدار اليوم كله. السلام عليكم يا صديقي، أهلا بيك في فيديو جديد. صناعة الفتنس والمكملات الغذائية بتكسب مليارات كل سنة من ورا كلمة واحدة، وهي البروتين. من كتر التسويق الناس بقت مرعوبة. آخد كام جرام بروتين في اليوم؟ طب لو أنا نباتي هقدر أبني عضلات ولا لأ؟ طب لو أنا باخد بروتين عالي هل ده هيأثر على الكلى زي ما بعض الناس بتقول؟ طيب اشتري واي بروتين ولا بي سي دبل ايه؟ النهاردة هفهمك إيه هو البروتين، أديك الأساس العلمي اللي تبني بيه نظام لنفسك وأنت فاهم. هات قهوتك، شايك، أي حاجة، ركز معايا. قبل ما أقول لك تاخد كام جرام بروتين لازم تفهم إيه هو البروتين أصلا. تخيل إن العضلة بتاعتك عبارة عن حتة، الحيطة دي عشان نبنيها صح محتاجين 20 نوع من الطوب. جسمك في منهم 9 مش بيعرف ينتجهم، لازم تاخدهم من الأكل. هنا بقى بتيجي خدعة كبيرة جدا بيضحكوا بيها على الناس في الجيم. بيديك مكمل اسمه بي سي دبل اي. المكمل ده عبارة عن 3 أحماض من الأحماض الأمينية ال9. الشركات بتبيع لك ال3 دول في علبة غالية جدا وتقول لك إن دول اللي هيبنوا لك عضلات. الحقيقة لو أنت بتاكل بروتين كفاية البي سي دبل اي ملوش أي لازمة إطلاقا، لأن أي نوع بروتين أنت بتاكله أصلا في بي سي دبل اي طبيعي. خلينا نتكلم بالعلم. البروتين الحيواني زي الفراخ، اللحمة، السمك، ده اسمه بروتين كامل الأحماض الأمينية. ليه؟ لأنه بيكون فيه ال9 أحماض اللي احنا لسه متكلمين عليه. والأهم من ده كله إن فيه نسبة عالية من اليوسين اللي بيدي جسمك إشارة إنه يبني عضلات. أما البروتين النباتي هو بروتين ناقص الأحماض الأمينية، يعني ناقص حمض أو حمضين من الأنواع دي. طيب هل معنى كده إن البروتين النباتي مش بيبني عضلات؟ بالعكس، البروتين النباتي بيبني عضلات عادي جدا. بس هيقابلنا دلوقتي مشكلة، حلها بسيط جدا. إن إحنا هنيجي هنا هنلاقي فيه بروتين ناقص الأحماض الأمينية، ناقص حمض أو حمضين أمينيين، وهنقابل بروتين تاني نباتي برضه ناقص حمض أو حمضين أمينيين، وهنجمعهم على بعض زي مثلا العدس والرز. أو هنجيب بروتين نباتي ونكمل معاه في نفس الوجبة بروتين حيواني. بس مش معنى كده إن البروتين النباتي ناقصه حاجة. البروتين النباتي فيه حاجة تانية، إن هو فيه مضادات أكسدة وفيه ألياف، والألياف بتساعد على الهضم، ومضادات الأكسدة بتساعد على ريكفري أحسن للناس اللي شدة تمرينهم عالية. طيب دلوقتي النظام الغذائي بتاعي المفروض يكون إيه؟ المفروض يكون في خليط بين بروتين نباتي وبروتين حيواني عشان نحسن الريكفري، في نفس الوقت ناخد جودة بروتين كويس. جميل جدا. السؤال الأهم، آكل قد إيه بروتين؟ لو أنت شخص مش بيتمرن تاكل من 8 من 10 لكل كيلو من جسمك لحد جرام لكل كيلو من جسمك بروتين. يعني لو مثلا وزنك 70 كيلو فأنت هتاكل حوالي 70 جرام بروتين، ده الأقصى حد. طيب لو أنت حد بيتمرن، وليكن مثلا أنت برضه وزنك 70 كيلو بس بتتمرن، هناخد من 1.6 من 10 لكل كيلو من جسمك لحد 2.2 من 10 لكل كيلو من جسمك بروتين. يعني وليكن مثلا هنضرب في 2، ف70 في 2 بتساوي 140، فمعنى كده إنك محتاج حوالي 140 جرام بروتين في يومك. طيب لو جيت أكلت أكتر من كده، أكلت مثلا 300 جرام بروتين، هل معنى كده إن أنا هبني عضلات أكتر؟ بالعكس، أنت مش هتبني عضلات أكتر ولا حاجة، تبقى سعرات زيادة على الفاضي. جسمك هيستفاد منها بطريقة من اتنين: يا إما هيستهلكها كسعرات زيها زي الدهون زيها زي الكربوهيدرات، يا إما جسمك هيبدأ يخزنها على هيئة دهون. نقطة مهمة بالنسبة لحالات السمنة المفرطة أو لاعبي كمال الأجسام اللي حجمهم بيبقى كبير، مش هينفع نستخدم معاهم المعادلة دي، نستخدم معادلة تانية خالص. لأن إحنا لو استخدمنا المعادلة دي هنديهم كمية بروتين أكبر بكتير جدا من اللي هم محتاجينها. كويس، عرفنا إحنا هناخد كام جرام بروتين. هيقابلنا دلوقتي 3 أشخاص، كل شخص مؤمن بخرافة معينة. أول واحد هيجي يقولك إنك لو أكلت أكتر من 30 جرام بروتين في الوجبة جسمك هيرمي الباقي ده ومش هيستفاد منه. الكلام ده غلط، بس جسمك بيقف عند حد معين، بعديها بيحول البروتين ده لحاجات تانية غير البناء العضلي. هيجي لك واحد تاني يقول لك ان البروتين بتاعك انت ممكن تاكله كله في وجبة واحدة بس. هنقول ان الكلام ده ملوش اي اساس من الصحة، لان البروتين لما بيزيد عن حد معين جسمك بيبدأ يستخدمه في حاجات تانية غير البناء العضلي. فالافضل انك تقسم عدد جرامات البروتين بتاعتك على مدار الوجبات، وليكن مثلا 4 ل5 وجبات. فوليكن مثلا انت عندك 160 جرام بروتين، هتقسمهم على كل وجبة من 30 ل 40 جرام بروتين. الشخص التالت هيجي يقول لك ان البروتين الزيادة ده، او انك كشخص رياضي بتاخد بروتين زيادة، معنى كده ان الكلية عندك هتبوظ.
الكلام ده مش منطقي وملوش أي أساس من الصحة. البروتين الزيادة يعمل مشكلة بالنسبة لواحد أصلا عنده مشكلة في الكلى. الواي بروتين مش هرمون، الواي بروتين هو مكمل غذائي مستخلص من اللبن، بيجي منه نوعين، النوع الأولاني اللي هو الواي بروتين العادي، والنوع التاني اللي هو الكازين. الواي بروتين العادي بينقسم لنوعين، النوع الأولاني اللي هو الايزوليت، والنوع التاني كونسنتريت. بالنسبة للكونسنتريت فده بيكون فيه نسبة دهون وكربوهيدرات، وبيكون سعره أرخص نسبيا من الايزوليت. أما الايزوليت بيكون مناسب أكتر للناس اللي عندهم حساسية لاكتوز، بيكون عبارة عن بروتين صافي تقدر تستخدمه أكتر في مراحل التنشيف العنيف. أما النوع التاني الكازين ده بيكون أبطأ في الهضم من الواي بروتين، بياخد في البطن حوالي من 6 ل 8 ساعات، ومش لازم تاخده كمكمل لو انت مش محتاجه، موجود في حاجات كتير زي الزبادي واللبن او غيره من منتجات الالبان. طيب هل انا محتاج ان انا استخدم مكملات غذائيه؟ بالعكس، هي اسمها مكمل غذائي، فانت بتكمل بيه اللي باقي من احتياجك. وليكن مثلا ان احنا طلعنا 160 جرام احتياجك من البروتين، فده احتياجك، قدرت تكمله من الاكل الطبيعي مفيش اي مشكله، مش هتحتاج اي مكمل خارجي. طيب لو ما قدرتش تكمله، فمعنى كده ان احنا نلجأ للمكملات زي الواي بروتين او بروتين الكازين. البروتين مش مجرد مكمل غذائي لبناء العضلات، ده اللي بيبني هرموناتك، بيحافظ على مناعتك، بيحافظ على شعرك وجلدك، وبيديك احساس بالشبع. لو لسه بتعاني من تظبيط الماكروز او مش عارف تبني نظام مناسب لجسمك وهدفك، لينك التدريب الاونلاين في الوصف. لو وصلت لهنا اكتب في الكومنتات ايه اكتر مصدر بروتين بتعتمد عليه في يومك، ولو الفيديو ده ضاف لك حاجة جديدة شيره مع اصحابك واعمل لايك. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.